شفت كيليان امبابي عمل ايه علشان ينضم الى ريال مدريد؟ مفاجأة من العيار الثقيل. فجرها فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق. ابلغ اللاعب الفرنسي كيليان امبابي ادارة باريس سان جيرمان انه رسميا مش هيكمل مع الفريق الموسم اللي جاي، وانه هيرحل كلاعب حر. يعني ايه الكلام ده يا ابو الكباتن؟ انا هفهمك. يعني يحق لكيليان امبابي انه يوقع مع اي فريق براحته، وعارفين مسلسل امبابي مع ريال مدريد من سنين طويلة، فما فيش غير ريال مدريد. بس فابريزيو رومانو قال برضو ان الراتب الثابت من ريال مدريد الى كيليان امبابي اقل بكتير من اللي تم تقديمه في عام 2022، واقل كمان من راتبه الحالي مع باريس سان جيرمان. ريال مدريد عاوز يضم كيليان امبابي ولكن بشروط مدريد نفسه. انت مش هتفرض عليا اي شروط بعد اللي حصل السنين اللي فاتت دي. وحاليا يا ابو الكباتن العقد في ايد كيليان امبابي، هو اللي قرر بقى. ولكن ده ان دل فبيدل على 3 حاجات مهمين جدا. اولهم ذكاء ودهاء وسيطره بريز في انه اي صفقه عاوز يخلص فيها هيخلص فيها، وكمان بشروط ريال مدريد مش بشروط الصفقه ابدا، حتى لو الصفقه دي كانت كيليان امبابي. تاني حاجه رغبه امبابي انه فعلا عاوز يرتدي قميص ريال مدريد. الراجل ضحى بفلوس خرافيه يا جدعان، مبالغ كبيره جدا علشان بس ينتقل الى ريال مدريد. ثالث حاجه بقى اقول على اي فريق هيقابل ريال مدريد يا رحمن يا رحيم، بص اقرا لهم الفاتحه من دلوقتي. ده من غير امبابي قبل ما يجي، وكورتو والمصاب وبيلينجهام وغيرهم كتير من المصابين، وبيكسب بالثلاثه وبالاربعه ومتصدر الليجا. تخيل ترجع الاصابات يا ابو الكباتن وضيف عليهم كيليان امبابي، وكمان في كلام ان ديفيس بايرن ميونخ كمان جاي. ايه يا جدعان بقى، ما بالراحه مش كده. تخيل انت بس هذا الرباعي هيعمل ايه في اي فريق؟ امبابي رودريجو وفينيسيوس وبيلينجهام، وربنا حرام ده دمار لاي فريق تاني. هطلب منك يا ابو الكباتن طلب بعد اذنك، مش انت بتفهم كرة؟ هات لي فريق واحد في العالم حاليا قادر على ايقاف هذا الرباعي. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.